هاي أطيب وأنجح كيكة الشاي، ما شاء الله تبارك الله. مكوناتها جدا سهلة وبسيطة، وطريقتها بعد أبسط. طلبتها مني وحدة من متابعاتي الغاليات، وقلت لها تدللين جيبي خلاط وخلي بيه 3 بيضات وعليه كيس من الفانيلا أو مثلي فانيلا سائلة في خاشوقة صغيرة، وراح نحتاج كوب كامل من الشكر بس، ونص كوب من الزيت كله بالخلاط، و3/4 كوب من الحليب السائل، ونخلطهن بنات. من نخلي الخلاط يوقف يعني على أعلى سرعة إلى أن يعني نحضر المكونات الجافة. تمام، يعني لا توقفون الخلاط، خليه الشكر هيك ينطحن كله طحن يصير سائل. نخلي بطاسة كوبين من الطحين الصفر، ونخلي عليه كيسين من البيكنج باودر. تمام يا روحي. بين ما أنا خليت هذا الخلاط كمل شغله، ندير مكونات السائل اللي خلطناها بالخلاط كلها على المكونات الجافة. هذا الأريدة، شوفوا الشكر ماكو، كله راح بالخلاط. هاي أحسن طريقة. بس المكونات الجافة لا، أخلطها في خفق يدوي عادي إلى أن تتجانس المكونات كلها ويجهز عندي أجمل خليط للكيك. بهالأثناء كلكم سوية صلوا على محمد وآل محمد، وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واستغفروا رب العالمين وتوبوا إليه وحمدوه وشكروه على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. وبقلاص خليت فت خاشوقة من الكاكاو الباودر وعليها خاشوقتين من المي تدريجيا إلى أن صار القوام نفس قوام الكيك هذا الأبيض، خليط الكيك الأبيض. ندير فوقه مقدار فنجان من الخليط الأبيض ونخلطهن حتى يصير قوام كاكاو. نديره فوق الكيك. هسه شوفوني شلون نسويها، وتجهز عندنا أجمل كيكة الشاي. هي هاي كيكة الشاي تصير هيك بيضة وداخلها شوية من الكاكاو. طبعا هنا أنا أجيب قالب واخلي بيه ورق الزبدة او القالب اللي انتم مرغوب عندكم. تنجح الكيكة، يعني القالب ما مسوي شغل عادي، بس اني يعني استغليتها. هذا القالب انا كلش احبه، القزاز. المهم بنات، فرغت كل الخليط وبعدها درت فوقه هذا الخليط الجوزي اللي سويته وياكم بالكاكاو، يجنن بنات. طبعا هاي الكيكه راح تعتمديها وتدعي لي ما تخرب عندك ابد، لا من مقادير لا من الطريقه تخرب ابد. وهسه اقول لك طريقه شوائها. طبعا هاي هيجي خلطتها حتى يصير شكل وجه حلو زين حبيباتي، باي عوده مال اسنان يعني نظيفه. المهم قلبي طبعا نظيفه. المهم البنات تخلوها بالفرن الجو بس تعلقوه على درجة 170 أو 180 مدة ساعة فقط. صايرة عندك الكيكة مرات يعني تطول ساعة وربع حسب فرنج. أنا لا ما شاء الله شوفوا شوية شوية ارتفعت وصارت عندي كيكة تجنن. طبعا بما إنه اليوم ولادة سيد الرسول، طبعا اليوم ليلتها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17 ربيع الأول، فأنا محضرة توزيعات كلش حلوة، دونات مسويتها طبعا هواي وياكم مسويتها طرقها. فقلت حتى لا الفيديو يصير طويل ونركز على مقادير الكيكة، ما سويت لكم الدونت بهذا الفيديو، بس إذا تريدون طريقتها كتبوا لي بالتعليقات من عيوني. تعالوا بليلة 17 ربيع الأول نستذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو فخر الكائنات كلها، العالم كله. هذا النبي اللي نور الدنيا من انولد، نور الدنيا وغير وجهها كله قلبه خير وبركة. نور مكة وانطفت بهذا اليوم بيوم ولادته نار الفرس اللي كانوا يعبدوها المجوس. باختصار يوم كان مبارك اهتزت به قصور الظالمين. كانت ليلة عظيمة وكلها معجزات. وتقريبا بعد مرور قرن من ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انولد حفيده السادس الإمام جعفر الصادق عليه السلام. سبحان الله، امتداد لجده انولد بنفس اليوم 17 ربيع الأول. هي هاي الذرية التي بعضها من بعض، وكأنه التاريخ ده يرجع ويعيد نفسه، وكأنه رب العالمين عز وجل أراد يربط بين البداية والنهاية، يربط بين النبوة والإمامة. فهذا التوافق بالتاريخ ولادة الإمام والنبي مو صدفة عادية، هاي رسالة من الله عز وجل، إنه الإمام الصادق هو امتداد لجده، ورث منا العلم والحكمة والأخلاق والرحمة. وجودهم وبكثرة علمهم جمعوا الناس كلها ووحدوهم. فتعالوا أنا وياكم بهذه المناسبتين المباركة نتبارك سوية ونختمها بالصلاة على محمد وآل محمد والدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان.